لو عاوز فراخك توصل 2 كيلو ونص في 30 يوم، اسمع الكلام ده في الفيديو ونفذه وان شاء الله هتوصل معاك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ في البدايه نصلي على النبي ونستغفر الله. بصوا يا جماعه، اول حاجه لازم تستعمل علف سوبر 23% في البدايه لحد ما الفرخ عندك متوسط الوزن يوصل نص كيلو. انا مش ماليش دعوه بالعدد الايام، انا عاوز الفرخ يوصل نص كيلو. هتقول لي بعد 15 بعد 17، وصل الفرخ نص كيلو وغير له من 23 ل 21، بس ما ينفعش من هنا لهنا على طول. لازم يا جماعه نخلطه، نجيبوا حبه 23 حبه 21 نقلبوهم نقدمهم للفرخ يومين 2 ياكل مخلط. بعد كده مش هيحصل اي حاجه. تمام. هننزله برضو ايه مع تغيير العلف، سقوه مضاد سموم. تمام، تظبط الدنيا. تنزل سقوه غسيل كلوي ومنشط كبد، هتلاقي الدنيا معاك اتظبطت. هنعملوا ايه بقى يا جماعه؟ الخميره نص معلقه على لتر الميه، الخميره الفوريه. الخميره الفوريه جامده يا جماعه، جامده، هتفور لك الفرخه الخلوات جميله قوي. بس ايه، ما تطولش عندهم الميه، يعني الميه ايه 3 4 ساعات بالكتير قوي والميه تتشال. ماشي، كل 3 4 ايام هتعمل لك سقوه خميره، هتبقى معاك زي الفل. كل برضو 3 4 ايام هتعمل لك سقوه خل تفاح. خل التفاح ده مهم يا جماعه، كلمتكم فيه قبل كده اهوت. ماشي، اهتم بالحاجات ديت هتلاقي الدنيا ظبطت معاك. الاقوى بقى من كده، ماشي، البرنامج الاظلام. لازم يا جماعه تطفي النور على الفراخ من اول عمر 10 ايام، هتطفي عليهم ساعه، يومين كده ولا 3. ماشي، بعد كده هتزود ساعتين. تمام، برضو يومين 3، بعد كده هتزود 3، تمشي برضو 3 4 ايام. بعد كده 4 ساعات يا جماعه، طفي النور 4 ساعات. انا بقول لك اهو على مسؤوليتي، هتطفي النور 4 ساعات. تمام، الفرخ هيقوم ياكل، هيخش على العلف والميه. يا جماعه بص، هتلاقي الحصله دي بقت كده اهوت. يوم التاني الحصله هتفضل تكبر، هو هيكبر. تمام. الحاجات دي انا بكلمكم من قلب المزرعه، من قلب شغل. ده شغل يا جماعه، انا مش مربي، مش هاوي، لا ده شغلي. تمام، وانا عندي خبره يعني الحمد لله، فضل من ربنا. ده فضل ربنا عليا، هو ربنا اللي خلاني اتعلمت. فانا عاوز انقل لكم الخبره دي، عشان انا عاوز اخد ثواب. انا عاوز كلامي ده يوصل، عشان لما ربنا يفتكرني واموت تبقى حسنات شغاله ليا. علم ربنا من عليا بيه وتعلمته، عاوز افيد الناس.